السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحابي الحلوين، عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض حرف الفاء. حرف الفاء. تعالوا يا أصحابي الحلوين نتعرف مع بعض على مدلولات حرف الفاء. فاء فأس. فاء فراشة. فاء فرس. فاء فيل. فاء فول. فاء فستان. فاء فل. فاء فلفل. فاء فرشاه. تعالوا يا أصحابي الحلوين نتعرف مع بعض على الحركات القصيرة. قلنا يا أصحابي الحركات القصيرة اللي هي الإيه؟ الفتحة والكسرة والضمة والسكون، زي الأمثلة اللي قدامي دي يا أصحابي. فاء فتحة فراشة. فاء كسرة فيل. فاء ضمة فستان. تعالوا يا أصحابي الحلوين نتعرف مع بعض على مواضع حرف الفاء في الكلمة. قلنا يا أصحابي في أول الكلمة بيبقى فاتح إيديه عشان يستقبل الحرف اللي هيجي بعده. في وسط الكلمة يا أصحابي بيبقى فاتح إيديه الاتنين أو يكون منفصل يا أصحابي، يكون قبله حرف من الحروف الرافصة. وفي آخر الكلمة يا أصحابي ممكن يكون متصل أو منفصل. فاء. يبقى احنا يا أصحابي النهاردة اتعرفنا مع بعض على حرف الفاء بأشكاله ومواضعه وإيه يا أصحابي وحركاته التلاتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.